فانت ممكن تكون شاطر فعلا وما شاء الله توب التوب، بس ما بتعرفش تعبر عن اللي عندك، او خوفك منعك ان انت تظهر المهارات اللي عندك. فطالما خوفك اللي هيمنع كده، محدش هيعرف مين عندك ايه من مهارات. بالنسبه للناس اللي بتخاف من النقد او بتخاف من فكره ان الناس تديها التعليقات وبتتضايق من الفكره دي عموما، هو لولا النقطه اصلا انت مش هتعرف تحدد انت مستواك موجود فين. يعني انت لو حد انتقدك وقال لك بس في عيب صغير مثلا، فانت مثلا موجود في الليفل ده، تمام، لو قال لك ان في عيب صغير قوي مثلا، هيروح منزلك ليفل، فتروح شغال على الليفل ده او تشتغل على العيب ده، وهتروح تعلى في الليفل تاني. فانت عيوبك مش عدائك، عيوبك هي المفروض الحاجات اللي بتوصل لك انت موجود في انهي ليفل او في انهي كاتيجوري، عشان تعرف تشتغل على نفسك وتحدد انت هتوصل لانهي كاتيجوري. بالتالي زميلك اصلا اللي في نفس مجالك ممكن يسبقك بسنين ضوئيه، لمجرد ان هو بيسمع النقد وبيعبر عن المهارات اللي عنده وبيعرف فين اللي ناقص عليه ويشتغل عليه ويطور من نفسه. عشان كده حاول دايما تحاول تسال عن فيدباك، بالذات من الناس الغريبه، لان الناس طبعا اللي تعرفها هيطبلوا لك شويه مثلا ومش عارف ايه، ومش هيقودوك بالشكل الكامل. يعني انت روح اسال عن الفيدباك عند الناس الغريبه، لان هم هيبقوا عندهم فيرنس اكتر وعارفين يعبروا بشكل دقيق عن الحاجات اللي ناقصه عندك. فانت بالتالي هتاخد منهم الفيدباك، هتشتغل عليه وتحسن وتطور، وهيبقى في الاول والاخر ده لمصلحتك. ويمكن اصلا حاجه زي دي انا كنت بعملها بعد كل برزنتيشن، بخلص البرزنتيشن من هنا بروح اسال الناس اللي بتحضر البرزنتيشن، او اسالهم ايه اللي ناقص مثلا، إيه في حته مثلا تهتهتي فيها، طب في حته ما عرضتهاش كويس، طب بتقول لي ايه احسنه في البرزنتيشن بتاعتي، او اهتم بايه فيها عشان تبقى بروفيشنال اكتر، وهكذا. انا ما بنتش السكيل بتاعت البرزنتيشن دي عندي غير اللي هو طبقه فوق طبقه، طبقه فوق طبقه، طبقه فوق طبقه. بحاول احسن على قد ما اقدر عشان اثقل من المهاره دي عندي، وما تبقاش فيها عيوب او فيها موضع انتقاد